هذا وأظهر شريط فيديو مقابلة مع 19 جنديا أسرتهم كتيبة الفاروق عند حاجز مستوصف الخالدية في حمص. وقال المتحدث باسم كتيبة الفاروق إن الجنود المأسورين مكرمون بضيافة الجيش الحر ل3 أيام. عرف عن نفسك. عقيل المجند مصعب محمد الصالح. وين تخدم؟ قوات خاصة فوج 41. أين تم أسرك؟ حاجز مستوصف الخالدية في حمص. كيف تم أسركم؟ ما شاء الله هاي أنتم كتار، يعني الحاجز أموركم بخير، 19 راس، كيف استسلمتوا؟ مين الجهة اللي أسرتك؟ كتيبة الفاروق. طب كيف تم أسركم؟ أسلحة وعندكم وذخيرة وعندكم وحاجز وأموركم بخير. حاولنا الجيش الحر عدد كبير من الجيش الحر ومشنا غير الأسلحة كلها براسنا وسلمنا حالها. طب هدول عصابات مسلحة، بنسمع على الدنيا ما عندهم تدريب وخلصت. طلعت حسين شعبان قالت لنا خلصت، كيف خلصت؟ ما شاء الله عددكم كبير هون عنا، يعني لو عم نقاتل صبايا كان استرجلوا أكثر، فهمت علي؟ ما أكلتوا غير 10 دقائق مع الشباب. شو السبب؟ يعني ما عندك شيء تقاتل له؟ دائما نسمعكم الله وسوريا وبشار، والله بيخاف الواحد لما بيتابع الدنيا. هو قاعد بقصر ونحن قاعدين عم نتقتل وعم نذبحه. يعني ما عندك عقيدة وما عندك شيء تقاتل لأجله. ممتاز. طيب حضرتك من أي طائفة؟ العلوية. من الطائفة العلوية. اللي جنبه؟ أنا غسان سلامي الإبراهيمي. أنا أيضا من الطائفة العلوية. أيضا من الطائفة العلوية. نعم. شو شغلتك؟ أنا مشترك هون أعمل حاجز يعني. أعمل حاجز. الحاجز تابع لأي فرع أمني؟ لفرع أمن الدولة. لفرع أمن الدولة. نعم. لفرع أمن الدولة اللي أتى حسام السيد علي، الصيدلاني جمال الفتوى، والمدرس بجامعة البعث خالد مراد، ومرهف السيد. كل هذول الشباب ماتوا عندكم. 9 شباب هذول فاتوا ب2 رمضان أو ب2 آب لعندكم على فرع أمن الدولة، ما طلع المخبر منهم يا أبو فرع أمن الدولة. كلامك على راسي وعيني، بس أنا ما عندي أي معلومات ثانية. أنا طيب في معلومة راح أعطيك إياها، أنت مساعد أول سابق. سابق أكيد. يعني هلا ما لك شغلة بالجيش. أكيد. شو عم تعمل يا شبيح؟ ليش مسمينك حاجز؟ لكفاءتك العالية اللي بعده. شو اسمك؟ مؤيد كمال عيسى. أنا آسف إني أسألك هالسؤال، يعني النظام جبر ما نحكي بشكل طائفي، أنت من أي طائفة يا أخي؟ الطائفة العلوية. واللي جنبه؟ الطائفة العلوية. طيب هلا الشباب اللي قاعدين هون كلياتهم سلموا، أنتم من الطائفة العلوية، كان في اختلاف في التعامل لما أسرتوا؟ في أحد أساء لكم أو أعطاكم هيك شيء كلمة برات الطريق أو سمعكم شيء ضايقكم؟ لا. مين اللي عم يسعى على الطائفية بالبلد؟ بصراحة يعني بصراحة شديدة. نحن ولا النظام؟ نظام. طيب هلا بنسأل الشباب البقية، كيف النظام عم يأجج الطائفية؟ هلا أنت كسني بالحاجز مثلك مثل العلوي بصراحة. لا. شو مميز عنك؟ بكل شيء. كل شيء. مثل؟ بالإجازات بينزل العلوي قبل السنة، بما أنه أغلب الضباط علوية بالجيش. يعني بالمعاملة. تمام، إذا النظام عم يسعى ليفرق بين الطوائف وبده حرب أهلية. وهلا عندك روسيا حاطة الفيتو الروسي، فهمان علي؟ مشان تعلق الحرب الأهلية بيننا وبينكم، وما راح تعلق إن شاء الله. نحن أذكى وأشرف وأطهر وأنقى من هيك كشعب، فهمان علي؟ وفي عنا وطنية أكثر منهم مليون مرة. لذلك نحن أعطيناكم الأمان ككتيبة الفاروق، خلال 3 أيام بيجي أدنى موظف في السفارة الروسية بيستلمكم ويفلتكم، فهمان علي؟ وأنت يا أبو أمن دولة راح نطلعك بكرة، اطلع على قناة الدنيا واحكي والعصابات المسلحة. أمانتك الله تطلع، دير بالك ما تطلع، بنزعل منك إذا ما طلعت.